السلام عليكم، ازيكم؟ في فيديو النهارده هيكون معانا تصميم هنعمله ونطبقه مع بعض في الفيديو، اما التصميم التاني هيكون في بروجكت البيهانس اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. هو هيكون اكتر من تصميم او اكتر من شكل، اختار الشكل اللي انت عايزه وطبقه، وهستنى اشوف التطبيق بتاعك على اللي احنا هنعمله في فيديو النهارده وعلى التصميم التاني في جروب مصممين حارتنا اللي برضه هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وكل الصور المستخدمه في حلقه النهارده هسيبها لك تحت برضه في صندوق الوصف. وطبعا بما اننا هنشتغل على حلاوه المولد والسنان، فعايزك انت بقى تديني حلاوه المولد بتاعتك بانك تقول لي تحت في الكومنتات سنه عن النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما بقتش الناس تعملها دلوقتي، بحيث لما نيجي نبص على الكومنتات نشوف السنن دي ونبدا نطبقها ويكون ليك انت الاجر والثواب. كمان عايزين نتكلم في كذا نقطه قبل ما نبدا الفيديو، وهي اسئله وهتسالوها طبعا. واول سؤال هو اسم الفونت ده ايه؟ فانت لو كملت معايا الفيديو للاخر هتعرف اسم الفونت المستخدم في كل التصاميم هو ايه، وازاي عملته بالشكل اللي موجود في التصميم ده. تاني سؤال هتقوله لي انت جبت الصور دي ازاي؟ طبعا لو انت رجعت شفت الحلقه اللي فاتت اللي انا عملتها في طريقه البحث عن الصور، هتعرف انا ازاي ببحث عن الصور وبجيب الصور دي ازاي. والسؤال التالت اللي هتساله انت ازاي بتنسق الالوان دي مع بعضها. احنا قلنا جزء عن اجابه السؤال ده في فيديو النهارده، ولكن لو عايز تعرف بالتفصيل ازاي تنسق الوان التصميم مع بعضها تقدر ترجع للحلقه اللي هتظهر لك في الاي اللي فوق دي، او هسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، وهي دليل شامل عن اختيار الالوان في التصميم. واخر سؤال انت هتساله ازاي عملت الريتاتش ده، فطبعا هقول لك تابع معانا الفيديو للاخر عشان تعرف ازاي عملنا الريتاتش ده. وكمان في القناه حلقات مفصله عن الريتاتش، بس برضه هسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف او هتظهر لك في الاي اللي فوق دي. دي كانت اسئله كان لازم نجاوب عليها قبل ما ندخل في الحلقه، علشان وانت داخل في الحلقه تعرف ايه المحتوى اللي هيكون موجود فيها. ويا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم بعد الانترو. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناه احمد شكشك. اول حاجه بنعملها وهي مقاس التصميم، وهيكون 1500 بكسل طول في 1500 بكسل عرض، والريزوليوشن 150، ولو جهازك ضعيف شويه ممكن تخليه 100. وخلي هنا البكسل انش خليها بكسل لكل سنتيمتر لانها بتكون افضل لمواقع السوشيال. وهندوس كرييت، هيفتح مساحه العمل بتاعتنا. هنبدا نشد الخلفيه، والصور دي كلها انا سيبها لك تحت في صندوق الوصف عشان تقدر تحملها وتطبق ورايا وتوريني التطبيق بتاعك على جروب مصممين حارتنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. حطينا الخلفيه ومسحنا اللاير الابيض اللي كان في الاول. هنبدا بعد كده نجيب السنه بتاعتنا، لان احنا اول حاجه هنعملها التكوين بتاعنا نكونه. نحط مثلا السنه في النص هنا ونبدا نكبرها شويه كده، ننزلها كده تاني او كده، يعني تقريبا كده. بعد كده هنجيب حلاوه المولد وهنحطها. لو تلاحظ هتلاقي حلاوه المولد نازله بالشادو بتاعها، فمش محتاج انك تعمل لها اي شادو تاني. هنا كده ممتاز جدا. والسنه ممكن نكبرها شويه صغيره كده وننزلها كده مثلا كده، ممتاز جدا. احنا كده بنعمل التكوين بتاع الشكل، واحنا كده كونا الشكل. هنبدا بس نعمل ماتشنج للالوان. ما ينفعش تبقى حبال الحلبه حمراء من ورا، وكمان الجلافزات بتاعت السنه حمراء، هتحس ان في زحمه جدا في اللون الاحمر. فاحنا لازم نغير اللون الاحمر ده للون مثلا يكون لايق مع الاحمر، وليكن الازرق، لان ارضيه الحلبه كمان هتلاقيها زرقاء. فاحنا اللي احنا هنعمله هندوس كنترول يو، هيفتح لنا الهيو ساتوريشن زي ما انتم شايفين كده، واحنا على اللاير بتاع السنه. هندوس على الايد ديت بالشكل ده. بعد كده هيجي لنا الشفاطه دي، هنسحب اللون الاحمر من السنه كده. هتلاقي عمل لك هنا تحديد على مجموعه الالوان الحمراء اللي في السنه. هتبدا من فوق من هنا تغير السلايدر ده، فهتلاقي لون الجلافزات بيتغير معاك. هنبدأ نغيره لحد ما نوصل للون الأنسب اللي احنا شايفينه مناسب، وليكن هنا كويس جدا. ممكن نقلل بس الساتوريشن بتاعه شوية، 40 حلو. ممكن نفتحه ولا لا نسيبه زي ما هو 0. وكده بقيت تحس ان في ماتشنج اكتر في الالوان مع بعضها. بعد كده هنبدا بقى نرمي مصادر الاضاءه بتاعتنا. وهنا انا حاطط لك الكشافات ديت، هنشدها كده وهنحطها هنا. طبعا نزلت مقلوبه، هنعمل كنترول تي وكليك يمين ونقلبها فليب فيرتيكال ونرفعها لفوق شويه كده، ونبدا نكبرها كده لحد هنا مثلا، ونجيبها في النص. وهنغير البلندنج مود بتاعها لسكرين. وممكن كمان نقلل الفل بتاعتها نخليها 70 او لا نخليها زي ما هي 100%، ولكن انا هرفعها لفوق شويه كمان كده، اعتقد كده الطف. وممكن كمان نغير لونها نخليها ابيض واسود علشان ما يدينيش اللون الاصفر ده، عن طريق اننا هنروح لقائمه ايمج وادجاست، وهنعمل بلاك
اند وايت بالشكل ده، فبقى لونها ابيض عادي. ونبدا بقى نكبرها كده شويه، اعتقد كده ممتازه جدا. هبدا بعمل لها ماسك كده من هنا علشان اشيل الحتت الحاده اللي هنا دي، واجي على الفرشه وارسم بالفرشه الناعمه كده على الماسك من هنا، بحيث يبدا يمسح لي الحتت دي كده الحاده قوي دي. كده احنا رمينا اضاءه. ناقص ايه؟ ناقص ان الاضاءه دي هترد على سطح الحلبه من تحت كده من هنا، هتعمل شكل بيضاوي. فده هنعمله ازاي؟ بكل بساطه هنيجي هنا كده مثلا وهنعمل adjustment layer وهنعمل البرايتنس اند كونتراست، ولكن هنشيل الكليبنج ماسك عن طريق اننا ندوس الت. هتلاقي شكل السهم اتحول كده، تقوم دايس عليه بالشكل ده وتبدا تلعب في البرايتنس هنا، تعليها قوي بالشكل ده كده. فكده نورت معاك الدنيا. هتبدا على الماسك تعمل كنترول اي عشان تعكسه، وهتيجي على اداه الجريدينت وهتختار الجريدينت الابيض والاسود والشكل الدائري ده من الجريدينت، وهتبدا ترسم جريدينت كده. بص هتلاقي الحتت اللي باجي عليها بس هي ديت اللي بتنور. هتبدا تصغر دي كده، تخليها بيضاويه بالشكل ده، وتبدا تلفها كده وتنزل بالجريدينت لتحت كده. ممكن تكبره شويه بالشكل ده، ممكن نخليه تحت خالص من هنا علشان يدي منظر الكشاف تحت الحاجه. من هنا تبدا تتحكم في الفيزر بتاعه. احنا هنخليه مثلا وليكن كده علشان يبقى باين ان في قرص دائري على الحلبه كده بالشكل ده بالظبط كده. ممكن كمان تزود النور بقى من هنا براحتك، لو انت عايز تنورها اكتر تزود كده بالشكل ده. تبدا تلعب يعني في الارقام بتاعه البرايتنس نفسها. كده احنا سقطنا النور. النور ده طبعا لازم هيكون ليه تأثير على السنة وعلى القطعة بتاعت الحلاوة. طبعا قطعة الحلاوة اعتقد الوانها متظبطة مع النور، ولكن السنة بس هي اللي عايزين نظبطها شوية. فهنبدأ كده نعمل زي كولر لوك اب، ويكون كليبنج ماسك عليها هو معمول اوتوماتيك. لو مش معمول هتدوس على العلامة اللي هنا يعمله لك كليبنج ماسك اوتوماتيك. هنبدأ مثلا نجرب الفوجي نايت ونخليه لومينستي، ونبدأ نقلل الفل شوية مثلا 50. ادانا تأثير كويس ليها. بصوا قبل وبعد، قبل بعد قبل بعد، لا ادانا تأثير حلو جدا ليها. بعد كده هنبدأ نعمل نيو لاير ونعمله كليبنج ماسك برضو على السنة، وهنسميه نور يعني إضاءة يعني. وهنعمل شيفت F5 هيجيب لنا الفيل، هنعملها 50 جراي وندوس اوكي. هنغير البلندنج مود لأوفر لي، وهنبدا باداه الدوج اند بيرن كده، ونتاكد ان الاكسبوجر هنا مثلا 20 ما يبقاش كبير قوي، وبالفرشه الناعمه ونبدا نحدد هنا كده على الحتت دي ننورها اكتر بالشكل ده. بص كده قبل بعد قبل بعد قبل بعد، اعتقد ممتازه جدا. في النهايه نبدا بقى نعمل تون اضاءه عام للتصميم كله علشان الالوان تبقى كلها ماتشنج مع بعضها، عن طريق مثلا اننا ممكن نجيب الكالر بالانس. هنشيل الكليبنج ماسك من عليها من هنا مثلا، ونبدا نخليها مثلا رايحه سنه ناحيه السيان. نبدا نلعب بقى، ديت بتبقى عمليه تقديريه حسب عينك انت حابب تشوفها ازاي كده. مثلا ممكن كده، ممكن كولر لوك اب عام للتصميم كله. نشيل الكليبنج ماسك من عليه ومثلا نخليه الكاندل ده اعتقد هيكون كويس، ونخليه لومونيستي ونقلل الفل بتاعه ل50 مثلا. نشوف كده قبل وبعد، ادي قبل ادي بعد قبل بعد. هنبدا بقى نعمل الت كنترول شيفت اي عشان يجمع لنا كل لايرات التصميم في لاير واحد فوق بدون ما يدمج اللايرات مع بعضها. واللاير ده هنروح على قائمه فلتر وكاميرا رو فلتر، ونبدا ممكن من العلامه دي ندوس عليها ونشوف اي فلتر يكون جاهز يظبط لنا شكل التصميم اكتر من الفلاتر دي. لو ما لقيناش حاجه مناسبه ممكن نروح نشوف المودرن هنا مثلا. انا مش شايف حاجه مناسبه فنروح احسن باك، ونبدا احنا نظبط من البيزك كده بايدينا. نعلي مثلا الاكسبوجر شويه هنا، كولر نظبط الاكسبوجر شويه كده، ونبدا الكونتراست نعليه مثلا شويه، الشادو نزوده شويه هو والوايت، والبلاك نزودها عكس كده. ممكن نديها سنة كيتشر وكلاريتي. الديهيز اعتقد 0 زي ما هو هيكون كويس، والفايبرانس ممكن نخليها 10 كده حلو. ممكن كمان من هنا الافكت نقلل الفينتج ديت فيدينا التصميم منور اكتر على الحلاوه. شوف كده قبل وبعد، ادي قبل ادي بعد. ممكن كمان نقلل الفيل بتاعه الكاميرا رو فلتر نخليها 50 فهيدينا تأثير أفضل. ادي كده قبل وبعد، بقى التصميم ممتاز جدا. هنبدأ نكتب الكلمة بتاعتنا، بس هنختار الفونت هيكون VIB كرتون، VIB كرتون اهو، علشان محدش يسألني على الفونت، هو VIB كرتون. ونبدأ نكتب بيه كلمة أسنان طبعا بالعربي. انت حر بقى في الكلمة اللي انت عايز تكتبها عموما، أسنان. ونعمل لاير تاني ونكتب أقوى، وهنخليها طبعا بالأبيض
هي وكلمة اسنان. اقوى ممكن كنترول تي ونبدأ نكبرها كده، واسنان برضو هنبدأ نكبرها كده، والاتنين مع بعض نحطهم جوه جروب ونبدأ ندوس على الكنترول. هتلاقي شكل السهم كده، ونرفع رفع عليهم كده، وعلى الكنترول تاني رفع كده، تدينا منظر افضل للتكست بتاعنا. نكبره بالشكل ده. وبس كده يا صديقي، يكون درس النهارده معانا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو انت مش مشترك سيب لي رأيك تحت في الكومنتات. ولو عايز تعرف احنا ازاي جبنا الصور دي ارجع للفيديو اللي فات اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، اللي بيشرح ازاي بنبحث عن الصور. وكمان هستنى اشوف التطبيقات بتاعتكم على الدرس ده في جروب مصممين حارتنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. وفي النهاية وإن اخطأت فهو مني، وإن اصبت فمن الله. كان معاكم احمد شكشك، سلام.